السلام عليكم. من أهم المقبلات اللي بتبقى جنب المشويات وجنب الشاورما وجنب أنواع كتير من الأكل هو طبق التومية. تعالي هنعمله النهاردة بقوامه الكريمي اللذيذ وبلونه الأبيض الناصع اللي يفتح النفس، وهنعمله كمان بمكونات من البيت من غير افتكاسات ولا خطوات كتير. وهقولك كمان ازاي تتحكمي في القوام بتاعه والكمية اللي انتي عاوزاها. تعالي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ الأول في طاسة ونحط فيها معلقتين نشا، النشا العادي اللي احنا عارفينه. هنحط عليه كوباية مية، ويبقى هو ده المعيار اللي احنا عاوزينه. تقدري تزودي او تقللي زي ما انتي عايزة، بس هو المعروف ان كل معلقتين نشا ليهم كوباية مية. نقلبهم الأول على البارد، وبعدين هنحطهم على نار هاديه ونقلب كده على طول باستمرار عشان النشا ما يتجمدش مننا او ان هو يحصل فيه تكتلات. هنبدا نحرك على طول بانتظام لحد ما نلاقي ان النشا بدا يعمل المهلبيه اللي احنا عارفينها ويبدا لونه يبقى فاتح. نفضل برضو نستمر لحد ما النشا يبقى مستوي تماما، وفي الحاله دي بنبقى كده وصلنا للقوام بتاع المهلبيه اللي احنا عاوزينه. في الوقت ده بنطفي على المهلبية ونركنها على جنب لحد ما تبرد تماما، ولازم تبرد، ما ينفعش نستعملها وهي ولا سخنة ولا دافية. بس ناخد بالنا ان احنا لازم نغطيها بغطا او بكيس بلاستيك عشان ما تعملش طبقة او قشرة فوق الوش بتاعها. وفي وقت ما هي بتبرد بنجيب الكبة بتاعتنا وبنحط فيها علبة زبادي، وممكن بديل الزبادي 4 معالق مايونيز، برضو بيدي مزازة حلوة قوي للتومية. ولو مش متوفر المايونيز يبقى نحط الزبادي. بعد كده بنحط معلقتين خل كبار وعليهم عصرة نص ليمونة كبيرة، ولو الليمونة صغيرة يفضل تبقى ليمونة كاملة. وبنفس المعلقة اللي عايرنا بيها النشا بنعاير بيها الزيت، بنحط معلقتين زيت كبار وكمان معلقتين حليب بارد، ويفضل ان هو يكون بارد. وممكن بدل الحليب ممكن نحط ميه، برضو بيديكي نفس القوام ان شاء الله ونفس النتيجه. دلوقتي بقى تكون المهلبيه بردت، وبعد نضيفها على الخليط بتاعنا اللي في الكبه. ولازم المهلبيه تكون بارده، لان لو المهلبيه دافيه التوميه بعد ما بتخلصيها وتيجي تاكليها بتلاقيها جمدت منك. فعشان تفضل بقوامها الكريمي السائل الحلو اللي احنا عاوزينه يبقى لازم المهلبيه بتاعتنا تكون بردت تماما. بعد كده بنضيف الملح بقى حسب الرغبة، بتقللي او بتزودي منه زي ما انت عاوزة. اهم خطوة هنا دلوقتي ان احنا لازم نضربها كويس قوي لحد ما القوام ده يتحول للقوام الكريمي اللي احنا عاوزينه. ويفضل كمان ان احنا نعملها في كبة مش في الخلاط، لان التومية بتبقى تقيلة شوية على الخلاط، فممكن الخلاط يسخن او يحصل له حاجة لا قدر الله. طيب احنا بنقول اسمها تومية، فين بقى المكون الاساسي بتاع التومية؟ احنا لسه ما حطناهوش. دلوقتي بقى بنضيف معلقه كبيره من الثوم المهروس، وممكن تضيفيها في الاول خالص، بس انا بفضل اوصل للقوام اللي احنا عاوزينه وبعدين نضيف الثوم. المعلقه دي بتعادل 3 فصوص ثوم كبار، تقدري برضو تخليهم 4 لو انت بتحبي الثوم يكون واضح قوي. وبعدها بنضرب برضو تاني كويس جدا. لو لقيتي القوام تقيل شويه ممكن تزودي معلقه حليب او معلقه ميه، لو لقيتيه خفيف ممكن تزودي معلقه زيت. في الحالة دي تقدري تتحكمي في القوام بتاعك، تخففي او تتقليه زي ما انت عايزة. ولو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش. وتعالي نرجع للتومية الحلوة بتاعتنا. دلوقتي انا وصلت للقوام الكريمي اللي هو اللي احنا مفروض ان احنا عارفينه، وكان القوام ده بالنسبة لي كويس جدا. عملنا معلقتين نشا بس عملنا بيهم طبق كامل من التومية، ارخص واوفر من المحلات اللي بره، وكمان انضف لاننا عاملينه بايدينا وعارفين مكوناته ايه. تقدري بقى تاكليها دلوقتي، خلاص هي كده التوميه خلصت وبقت جاهزه. هتفضيها في طبق. ولو لقيتي ان الكميه دي زياده عليكي في الاكل ممكن ان انت تحتفظي بيها في برطمان ازاز، بس يفضل ان هو يكون ازاز، برطمان يكون ناشف ومتعقم كويس، وتحطيها في التلاجة. وقت ما تيجي تاخدي منه بتاخدي بمعلقه نظيفه ناشفه عشان تفضل التوميه معاكي نظيفه وما تبصش منك ولا تعفن لحد اخر نقطه ان شاء الله. لو عجبك بقى الفيديو وعجبتك التوميه ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه، ودمتم في امان الله وحفظه ان شاء الله.